الحي السكني R3 زي ما انتم شايفين كده. الواجهات بتاعتنا حجر مايكا، اللاندسكيب اشتغلوا فيه اهوت المنظر. لسه الطريق بقى هيتشطب الطريق النهائي. طبعا قصاد الحي السكني R3 عندنا منطقة الأبراج، حي المال والأعمال. البرج الأيقوني اللي قدامنا ده ارتفاعه دلوقتي وصل تقريبا 270 متر، المقرر له إن هو يوصل لارتفاع 385 متر. الحي السكني R3 ده يعتبر من أميز الأحياء الموجودة هنا، لأن طبعا موجود على محور الأمل ومنطقة الMU23، وهتبقى منطقة كلها مولات. جنب منه المدينة الرياضية، الصالة المغطاة اللي هيتقام عليها كأس العالم لكرة اليد. زي ما انتم شايفين كده اللمسات الأخيرة للحي السكني. خلاص R3 خلاص بيعتبر في النهايات. المنطقة زي ما انتم شايفينها كده شكل تحفة خالص، الشكل جميل جدا. الارض اللي انتم شايفينها دي كلها كانت جبل، يعني ما حدش كان يتوقع ان المنظر ده هيبقى كده في يوم من الايام. المنظر كان جبل خالص. العاصمة الإدارية بصراحة هتبقى نقطة تحول إن شاء الله، وأنا متفائل خير بيها. طبعا حجم العمالة هنا كبيرة جدا، الناس فاتحة بيوت كتيرة جدا من ورا العاصمة، من ورا الشغل هنا. فلوس بتضخ في الاقتصاد المصري. ما حدش يقول المباني مش هتعود عنها حاجة، لا دي فلوس بتضخ وبتلف علينا كلنا، وكلنا فاتحين بيوتنا من ورا المشاريع اللي هنا. كلنا شغالين هنا، سواء مهندسين، عمال، صنايعية، مشرفين، كل الناس شغاله وبتسترزق هنا. يعني على فكره محدش يقلل من المجهود اللي اتبذل هنا. المجهود هنا اللي اتبذل مجهود جبار بصراحه. زي ما انتم شايفين كده كل ده الحي السكني R3 اللي احنا ماشيين قصاده ده. طبعا كل دي عمدان ومواسير بين ايديه ده. كل دي المفروض ان هي هتتركب. احنا عندنا المنطقه اللي قصادنا دي كده المفروض هتبقى الابراج، منطقه الابراج دي المفروض هتبقى في وسط النهر الاخضر او منطقه الحدائق المركزيه. كل دي كده حي السكني R3. طبعا في ظهر منه هيبقى في ظهر الحي السكني R3 المفروض في جامعات هتبقى في ظهره على طول. في منطقه مدارس اكتر من 10 مدارس هتتعمل على الحي على المحور الامل. بالاضافه الى طبعا كل منطقه من المناطق دي فيها المساجد الخاصه بيها. محدش يقول العاصمه مفيش فيها مساجد، ما بيبنوش مساجد، لا العاصمه فيها مساجد كتيره جدا. كل حي ساكن من دول فيه اكتر من مسجد، مش مسجد واحد بس. المنظر زي ما انتم شايفينه كده يا جماعه. طبعا الشوارع لسه فيه شويه تظبيطات. المنظر ده كله عايزكم تتفرجوا عليه بعد 5-6 شهور، تشوفوا الشكل هنا هيبقى عامل ازاي. منطقة الأبراج، حي المال والأعمال. انا بحاول اصور لكم واجيب لكم الصوره من اكتر من زاويه ومن اكتر من طبعا شايفين ده كل الناس شغاله هنا. والله حجم عماله رهيب. يعني مثلا ممكن يخش له في مليون عامل بطريق مباشر. يعني الناس اللي شغاله بطريقه مباشره بايديها هنا في المكان ده تقريبا يخش له في مليون عامل يا جماعه، مليون عامل. بالاضافه للناس اللي شغاله بطريقه غير مباشره، سواء توريدات كهرباء، توريدات سباكه، شغل، مصانع شغاله ورانا، حديد سواء حديد سواء اسمنت. يعني بص العاصمه والله فاتحه بيوت ناس كتيره جدا يا جماعه. ما حدش يستهون بالشغل اللي هنا، وما حدش يقول احنا هنستفاد ايه منه. لا، سواء انت مش لازم تستفاد بطريقه مباشره، في غيرك استفاد بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره. مش لازم كلنا يعني يقول لا انا عايز فلوس في جيبي. لا يا جماعه، الناس هنا بتسترزق وناس شغاله هنا. والمنظر مش يعني المنظر ده كفايه ان هو حاجه كويسه، وهتفض الزحمه شويه في القاهره. يعني القاهره بصراحه ما عادش مستحمله. العاصمه هتفك الازمه هناك في القاهره. الوزارات معظمها هيبدا يتنقل
طبعا الحي الحكومي يعتبر خلصان، المفروض ان هو يتسلم في 30/12. بس الوزارات هتبدا شغل، هتبدا تنقل في حي الوزارات من تاريخ 30/6 ان شاء الله، 30/6/2021 ان شاء الله. قدامنا طبعا اللي هناك ده الحي، المباني الصفراء اللي في الوش هناك ده الحي السكني ار2. قدامنا هناك ده الحي السكني ار2، لكن ده الحي السكني ار3. احنا على فكره انا بحب اوثق يعني سواء للحقبه الزمنيه اللي احنا عايشينها او للمكان اللي احنا فيه. المكان اللي احنا فيه كان صحراء، بقى شكله عامل ازاي، ولسه هتشوفوا شكله هيبقى عامل ازاي لسه. يعني احنا بنوثق خطوه بخطوه كده، زي ما اجدادنا الفراعنه عملوا وكانوا بيوثقوا كل حاجه سواء في بناء الهرم او في المقابر بتاعتهم. احنا برضو بنحاول نوثق اللي بيتم في عصرنا، في اللي احنا في الفتره الزمنيه اللي احنا عايشينها. السكني R3، قدامنا الحي السكني R2. هنا قدامنا دي الحي السكني R2. دي المنطقة دي اللي احنا داخلين عليها، دي منطقة MU23، دي اللي هي المنطقة الفاصلة ما بين الحي السكني R2 وال R3. المنطقة دي كلها هتبقى منطقة مولات، منطقة خدمات، مستشفيات، مدارس، هتبقى منطقة ترافيك عالية، لأن هي المنطقة دي الطريق الرابط ما بين طريق السويس والعاصمة الإدارية، يعتبر مدخل العاصمة الإدارية من اتجاه طريق السويس. ده محور الأمل أهو، طبعا في نهايته من هنا على طريق السويس مباشرة مدينتي على ايدينا الشمال، بعد مدينتي على طول مدينة المستقبل، بعد مدينة المستقبل العاصمة الإدارية الجديدة زي ما انتم شايفين كده. شايفين كل دي ناس شغالة هنا، كل دي لوادر وحفارات عربيات، كل دي ناس شغالة يا جماعة. اللي قدامنا دي الحي السكني R2. اللي احنا داخلين عليها دي منطقة النهر الأخضر أو الحدائق المركزية. احنا الطريق ده كده المفروض هيبقى طريق المونوريل، هنا كده هيبقى المونوريل اللي جاي من 6 أكتوبر ويربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة. المنطقة اللي احنا داخلين عليها دي منطقة الحدائق المركزية أو النهر الأخضر. أنا عايزكم تبصوا للمكان وتشوفوه كويس وهو صحراء، علشان لما نيجي نصور فيه بعد كده وتشوفوه مش هتصدقوا ان هو ده ان المنظر ده كان قبل كده جبل. يعني انا عايزكم تشوفوا كده وتحطوا الصورة دي في دماغكم. ده جبل اهو، ده جبل، ده كده بعد 5-6 شهور هنتفرج عليه ان شاء الله. ده النفاق اهي، النفق ده كده احنا ماشيين كده بالظبط تحت الحدائق المركزية. هيبقى فوق مننا كده ده طريق طبعا من زايد الشمالي
فوق مننا ده بن زايد الشمالي. دي كده منطقة الحدائق المركزية اللي احنا ماشيين فيها كده. شايفين يا جماعة الجبل ده جبل اهو. بصوا كويس عشان هتفتكروا بعد كده كلام لما اقول لكم ان ده كان، يعني انا بوثق اللحظة اهو. دي انا بعمل كده توثيق دلوقتي علشان بعد كده مش هتتخيلوا ان ده كان جبل. لا ده جبل يا جماعة اهو. جبل هيبقى دي كلها دي منطقة حدائق مركزية. كل الطريق ده بطول 10 كيلو متر بنفس المساحة اللي احنا ماشيين فيها دي هتبقى جناين وحدائق. ده مسجد الشهداء هناك اهو قدام مننا. قدام مننا على طول الحي السكني R5 او جاردن سيتي الجديد. احنا كده ماشيين في قلب النهر الاخضر او في الحدائق المركزيه. المنطقه اللي احنا فيها دي يا جماعه الجبل ده هيبقى حدائق مركزيه، هيبقى نهر اخضر، منطقه خضراء خالص متنزهات. بكره هتشوفوا الكلام ده. بدأ في بعض القطاعات تتزرع فيها. ده من الحي السكني R5 و R6. هنا R6 وهنا R5. هنا كده اللي قدام مننا ده بن زايد الجنوبي هنعديه، يبقى احنا كده في المنطقة السكنية R5 وقدامنا على طول. كده احنا وصلنا للمنطقة السكنية R5. لو طلعنا من هنا كده نطلع على الطريق على التجمع الخامس. كده وصلنا على التجمع الخامس. الطريق ده البرج الأيقوني طبعا اهو ظاهر اهو قدام مننا. ده كده جاردن سيتي الجديدة او الحي السكني R5.